أهلا بيكم في مناقشتنا النهاردة. هنتكلم عن ظاهرة كلنا تقريبا بنحبها وبنستناها تحصل. السعادة دي لما نلاقي فلوس بالصدفة في جيب هدوم كنا ناسيينها. أهلا بيك. فعلا موضوع لطيف جدا. المادة اللي معانا النهاردة عنوانها كنز البنطلونات، فلوس في الجيب، وهنحاول نفهم ليه الإحساس ده بيبقى مميز قوي كده. تمام، والسؤال الأساسي هنا هو ليه بنحس بالفرحة دي كلها لما نلاقي فلوس هي يعني في الأصل بتاعتنا بس كنا خلاص نسيناها خالص؟ بالظبط، الإحساس ده ساعات بيبقى شبه إن الواحد كسب جايزة فجأة كده. بيوصل لكده فعلا، وكلنا أكيد مر بالموقف ده، يا إما فلوس طالعة من الغسالة كده سليمة بمعجزة يعني، أو الأكتر الجاكيت الشتوي. الجاكيت الشتوي المركون ده، تمد إيدك في جيبه وبعد شهور تلاقي فيه يعني كنز صغير. اللحظة دي ممكن تغير مود اليوم كله. طيب خلينا نوصف لحظة الاكتشاف دي أكتر. زي ما النص بيقول، يعني تخيلي بتطلعي بنطلون قديم يمكن مستعجلة شوية وإيدك تدخل الجيب كده تلقائياً، وفجأة تلمس ورق. أيوة، وتطلعيها تلاقيها مثلا 20 جنيه. هي دي بقى اللحظة، تلاقي العين وسعت كده فجأة وشعور غريب بالمكافأة حتى لو 20 جنيه بس. النص بيقول إن الإحساس ده قريب من إن الدنيا بتضحك لك أو ربنا بيكافئك. طب ليه؟ يعني ليه الإحساس ده قوي كده وهي فلوسنا أصلا؟ ما هو ده السؤال بقى. هنا بقى النقطة النفسية اللي النص بيشير ليها. الفلوس دي بتاعتنا، إحنا بس نسيناها، لكن العقل بيتعامل معاها كأنها دخل جديد تماماً، مكسب غير متوقع. بالظبط. النص بيقول إن العقل كأنه بيعمل ريست أو إعادة ضبط، بيمسح فكرة إنها كانت موجودة أصلاً في حساباتك. غريبة حكاية الريسات دي، العقل بيضحك علينا ضحكة حلوة يعني. أيوة، وعشان كده بقى أول حاجة تيجي في بالك إيه؟ هصرفها في إيه؟ على طول، حتى لو مبلغ تافه. النص بيقول ممكن تفكر في عصير مانجا غالي شوية. تمام، أو تجيبي كريب مثلا، حاجة بتعتبريها رفاهية عادة. أو ممكن التفكير العملي يشتغل، لا نشيلها للطوارئ. بس مجرد التفكير في الصرف ده متعة لوحده. صح. وفي بقى سيناريو بيعلي مستوى الفرحة دي أكتر، اللي هو بتاع الهدوم الموسمية، الجاكيت الشتوي اللي بيتركن بالشهور ده. النص مسمياها نسخة الشتاء. دي بقى الأقوى فعلا. تطلع الجاكيت بعد الصيف الطويل ده وتلاقي في جيبه مبلغ أكبر شوية، 50 جنيه مثلا. يا سلام، ساعتها الفرحة بتبقى مضاعفة. النص حتى بيقول ممكن تحضن الجاكيت وتعتبره أصيل، حافظ لك القرشين دول. طب ليه الإحساس ده أقوى مع نسخة الشتاء؟ تفتكري عشان فترة النسيان أطول؟ بالظبط، كل ما المدة طالت كل ما تأثير الريست ده زاد. العقل بيكون خلاص نسي تماماً إن الفلوس دي كانت موجودة، فبتبقى المفاجأة أكبر والإحساس بالمكسب أوضح. تمام. بس مش دايما رد الفعل بيكون الفرحة الصافية دي، صح؟ ساعات بيدخل شك كده. أيوة، النص بيتكلم عن النقطة دي. في ناس بتشك، يعني تلاقي الشخص يطلع الفلوس ويقعد يعدها كذا مرة، مش مصدق نفسه، أو يسأل نفسه طب هي دي فلوسي أنا فعلا، ولا ممكن وقعت من حد تاني في الجاكيت ده بالغلط. وممكن الشك بقى يزيد ويبقى قلق بقى. إزاي؟ زي ما النص بيقول، تلاقي الواحد يفكر طب ما هو زي ما أنا لقيت فلوس ممكن حد تاني يلاقي فلوسي أنا اللي نازيها في هدومه. وتبدأ السيناريوهات القلق تشتغل. دي حتة موجودة برضو. وفي سلوك أخير بقى ممكن نقول كوميدي شوية، اللي هو الحماس الزايد اللي بيخلي الواحد يبدأ حملة تفتيش. النص بيوصفها كأنها رحلة بحث عن الكنز. ينزل بقى على الدولاب كله يفتش في كل الهدوم القديمة والشنط المركونة. بالظبط، على أمل يلاقي كنوز تانية منسية. ممكن تلاقيه ماسك أي حاجة قديمة ويقول يا مسهل. حالة كده من التنقيب الأثري في البيت. في الآخر بقى خلاصة الموضوع ده زي ما المصادر بتقول بسيطة وعميقة. الفلوس دي اللي منلاقيها فجأة مش مجرد ورق بنصرفه وخلاص، لا هي أكتر من كده. هي زي تذكير صغير ولطيف باللحظات الحلوة اللي ممكن تحصل فجأة وتكسر روتين يومنا. والفرحة نفسها مهما كان المبلغ صغير هي إحساس إنساني طبيعي قوي، كلنا بنحتاجه. صح جدا. وده يمكن يخلينا نفكر في السؤال الأخير أعمق شوية. إيه هو؟ يا ترى إيه تاني في حياتنا ممكن نعتبره منسي زي الفلوس دي؟ مش لازم حاجة مادية، ممكن فكرة أو ذكرى حلوة أو علاقة يمكن بعدنا عنها شوية، ولو رجعنا اكتشفناها بالصدفة تاني. بالظبط. هل ممكن تدينا نفس الإحساس القوي ده بالسعادة المفاجئة؟ سؤال حلو للتفكير فيه.
Thank you.